السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الحواوشي بتاع الجزار بالظبط بنفس الخلطه بتاعته، وطعمه زي اللي بنشتريه من بره واحسن كمان. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. معانا نص كيلو لحمه مفرومه، تكون مفروم ناعم، وكمان يكون معاكي نسبه دهن، ودي حوالي نص كوبايه او اقل من البرغل منقوع في ميه دافيه. ومعايا البهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه، ودي بتدي طعم حلو قوي كانه مشوي كده على الفحم. وكمون وكزبره وكمان كوبيبه صيني وحبهان، دول بيدوا طعم حلو قوي. وكمان معلقه كبيره كده من بهارات الحواوشي، من كل حاجه معلقه كبيره، ده على النص كيلو. والبصل بقى معاكي حوالي نص كيلو برده بصل او 3 بصلات كبار كده مفرومين ناعم، لازم تفرميهم ناعم. ودوت الشطه حاره كده او بارده زي ما انت عايزه، احمر واخضر كده بيدي طعم حلو. كل طبعا ما بتكتري الخضار بيدي طعم حلو قوي. وكمان حوالي كده 150 جرام او 200 جرام دهن، ده بقى اللي بيفرق في طعم الحواوشي. وكمان لو دهني دنيا هيكون طعمه حلو قوي. دلوقتي اجيب بوله كبيره احط فيها البصل وانزل عليها بالبهارات وادعكه كويس. ادعك البصل كويس بالبهارات، هيطلع الميه بتاعته، كمان هيدي طعم حلو قوي. لازم ادعكه شويه كده لحد ما الاقي البصل دبل خالص في ايدي. طبعا كل ما كتر كميه البصل عليها البهارات والفلفل بيدي طعم حلو قوي. وبعدين انزل عليه بقى بالفلفل الحار كده والبارد زي ما انا عايزه. وكمان اعصر بقى البرغل اللي انا نقعاه، لازم اعصره كويس من الميه، اكون نقعه طبعا قبليها بنص ساعه، واعصره كويس من الميه واحطه عليها. مش اكتر من 3 4 معالق برغل، مش اكتر من كده. اخلط البرغل كويس برده مع البهارات كده والبصل، اخلطه كويس لحد ما الاقي لونه كده بقى زي اللحمه بالظبط. وبعد كده انزل عليه باللحمه واقلب فيها برده شويه كده لحد ما تشرب برده من طعم البهارات كده والتوابل. وبعد كده اركنها، اسيبها واغطيها كده حوالي ساعه، اقل حاجه ساعه، او ممكن اعملها من بالليل واركنها في التلاجة. سبتها حوالي ساعه، وبعد كده بقى احطها في العيش البلدي العادي. نجيب عيش يكون مفتوح، وطبعا يكون معروف ان لون الحواوشي بيكون ابيض شويه، يكون ابيض مش مستوي قوي، مش متحمر قوي. احط بقى الكميه اللي انا عايزاها على حسب ما بحب بقى الحواوشي مليان قوي ولا لا. طبعا اللحمه بتكون كتير جدا بسبب الخلطه اللي اتحطت فيها بقى بالخضار كده والبرغل، بقت كميه كبيره جدا. املى كل العيش اللي عندي بقى بنفس الطريقه، اخلصه كله. وبعد كده اجيب بقى الصينيه او الصاج اللي انا هحط فيها، ويا اما احط فيها زيت او سمنه براحتي. انا حطيت فيها سمنه بلدي بيكون طعمها احلى في الحواوشي. ممكن تحطي كمان لو اللحمه معلهاش دهون كتير تحطي في قلب الرغيف كمان سمنه. فانا حطيت في الصينيه من تحت، وكمان حطيت على الرغيف من فوق. تدهنيه كده بسمنه او زبده، او ممكن زيت برضو. لو بتحبي الحواوشي طري لفيه كده بورق فويل او ورق زبده، لفيه كويس، هينزل كده الدهون بتاعته كلها بتاعه اللحمه ويكون طري برضو، بيكون طعمه حلو. او ممكن تلفي الصينيه كلها، تدخليه فرن سخن، وتحطي الشبكه كده فوق الصاجه برف واحد، وتخلي الفرن عالي، لان طبعا اللحمه المفرومه ما بتاخدش معايا سوا، عشان كمان الحواوشي ما يكونش ناشف. هياخد معاكي حوالي تلت ساعه بالظبط، هيكون استوى كويس وتحمر من تحت. لو محمرش من فوق ولعي له الشوايه، هيطلع هيكون حلو قوي. لو انت عايزاه طري طلعيه في اي حله كده بغطا وغطي عليه. وكمان لو عايزه تعملي له فحمه برده هيكون طعمه حلو قوي. كده خلاص طلعته كله من الفرن، احمر وكمان في نفس الوقت طري جدا، واللحمه فيه من جوه كده جوسي كده، وطعمها حلو قوي بسبب الخضار اللي فيها، لان طبعا الحواوشي كل ما من كتر الخضار فيه بيكون طعمه حلو. مستوي جدا وشكله حلو قوي، وكمان مليان لحمه كده وطعمه جميل جدا، وطعمه احلى كتير من الجاهز كمان. هو شويه بهارات الحواوشي اللي احنا بنحطهم عليهم ومع البابريكا المدخنه بتديله طعم حلو قوي، وكمان الحبهان والكوبيبه الصيني، دول بيخلوا طعمه حلو قوي زي الجاهز واحسن كمان. اتمنى تجربوه بطريقتي وان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.